ارتفاع في درجة الحرارة بالجزائر وأمطار وعواصف رعدية خلال نهاية شهر أبريل. درجة الحرارة تتراوح ما بين 20 إلى 29 درجة بجنوب الصحراء، وتتراوح ببشار 25 درجة، بوهران 13 درجة. خلال يوم السبت تتراوح بقسنطينة 19 درجة، بجلفة 18 درجة. وخلال يوم الأحد درجة الحرارة ستصل ببشار 27 درجة. خلال يوم الاثنين كذلك ستصل ببشار 26 درجة، تتراوح ببسكرة 30 درجة، بقسنطينة 24 درجة، بالجزائر العاصمة 19 درجة. ارتفاع طفيف في درجة الحرارة سيستمر إلى غاية يوم الثلاثاء، وتتراوح بوهران 21 درجة، بتيارة 22 درجة، ببسكرة 30 درجة. خلال يوم الأربعاء ويوم الخميس ستشهد درجة الحرارة انخفاضا طفيفا مع تشكل سحب غير مستقرة قد تعطي بعض الأمطار والزخات الرعدية خلال نهاية شهر أبريل. درجة الحرارة تتراوح ما بين 27 درجة بوهران و26 درجة بالمشرية. خلال يوم السبت ويوم الأحد 26 من أبريل أمطار وزخات رعدية متوقعة بوهران وتيارت وتلمسان ومعسكر وغليزان وعند دفلة وتبازا. هذه الأمطار ستكون محلية قوية جدا خلال يوم الثلاثاء 28 من أبريل. أمطار حاضرة ببلول وتيارت وشلف ومستغانم ووهران وسيدي بلعباس والجزائر العاصمة، وكذلك برأس الماء. وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. نحن في متابعة ورصد آخر التطورات بخصوص الحالة الجوية المتوقعة للجزائر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. ونلتقي في نشرة قادمة بخصوص التوقعات للحالة الجوية بالجزائر والولايات المعنية بالأمطار والعواصف الرعدية المتوقعة خلال يوم الثلاثاء زوالا بسيدي بلعباس وهران مستغانم بلول تيارت شلف المدية الجزائر العاصمة عين صارة تيزي وزو وبرج بوعريريج.